الجيل الجديد طالع كله يقول لك ايه؟ من 13 سنه انا ما عنديش مشكله ان انا اتجوز وانا عندي 15 و16 سنه. الجمله دي احنا سمعناها واحنا في سنهم، واحنا صغيرين سمعنا الكلام ده يا جماعه؟ لا. ليه الجيل كله اللي طالع دلوقتي، كل الجيل، روحوا كده اسمعوا كده، اقعدوا اسمعوا كده اولادكم ولا اسمعوا اصحابهم، هتلاقيهم لو سالتيها هو انتوا مثلا نفسكم تتجوزوا امتى؟ تقول لك ايه؟ انا ما عنديش مشكله خالص ان انا اتجوز على طول. ليه يا ماما؟ واحده تقول لك ايه؟ ما هصدق اخلص من بابا وماما. يا خبر اسود، يعني انت كده ايه؟ عاق 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 رسمي. لما هي تبقى فاكره انها هتتجوز عشان هخلص من بابا وماما. يا خبر ابيض، ده الواحد كان بيقعد يعيط انه هيسيب بيت ابوه وامه والامان والحب والحنيه والفلوس والمذاكره وكل حاجه عشان يروح بيت تاني لسه مش عارف هيحصل فيه ايه. لكن الجيل دلوقتي بايع. مين اللي علمهم انه يبقى بايع؟ مين اللي علمهم الجفا؟ مين؟ احنا. بعدم اشباع ايه؟ بعدم اشباع مش رغباتهم، لا، بعدم اشباع مشاعرهم، الفيلينجز بتاعتهم، الفيلينجز. اوكي؟ يبقى دي تاني حاجه تجعلنا عاق. ولو كل واحد بص فينا في تربيه ولاده هيلاقي انه مقصر في حاجه من الحاجات دي كلها. من المصايب السوداء، ما ينفعش تقال عليها غير مصايب السوداء، قطع الرحم. انا متخانقه مع اختي فاروح اقول لاولادي حسك عينك ترفعي سماعه التليفون وتكلمي خالتك ولا تسالي على اولاد خالتك ولا تعرفي عمتك ولا تعرفي حد، دول عيله سودا، دول عيله زباله، دول عيله وعيله وعيله، وتقعدي انت كده بتعلميهم ايه؟ قطع الرحم. كده انا عاق؟ ليه؟ عشان ده مش من الدين. يبقى انت كده بتعلميهم دين. انت عندك مشاكل مع اختك حليها معاها على جنب. العيال مالهمش. طب يا فدوى، انا مثلا عمتهم احنا مقاطعينها، ليه يا حبيبتي؟ بتعاملهم زي الزفت وعلى طول بتتريق عليهم وعلى طول بتعمل والكلام ده كله. السلام عليكم يا عمته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كله تمام الحمد لله. بس ويمشوا كده. قطعنا رحم؟ لا، اتكلمنا. ما بنتقابلش في مناسبات، مفيش مناسبات عائليه نرفع سماعه التليفون وهم هينينها. يا بنتي اتعاملي لله. هو احنا قلنا المراد الاولاني يكون مين؟ الدين، اللي هو مين؟ مرادك انه يكون رضا الله، رضا الله. لكن احنا نسينا ان احنا عايزين رضا الله وبقت النفس هي المهمه. انا هخلي ولاد، لا لا لا، انت كده بتخلي ولادي ما يبقاش عندهم كرامه. كرامه ايه وانا بقول لك نرضي ربنا، نرضي ربنا، ونيجي نزعل ان ولادنا مش بارين بينا، ولادنا مش بيحبونا، ولادنا باردين وجافين وربنا يا رب يحفظ. انا مش عارفه ولادي طالعين عاملين كده ليه، وتلاقي كل شكوى الامهات انا مش عارفه مالهم ولادي، انا مش عارفه مالهم ولادي. لا، لازم تبقي عارفه ليه ولادك طلعوا كده. ليه؟ هو ربنا ما خلقهمش كده، هم سلمهم لك ربنا كده حضرتك امانه. انت عكيتي ايه او انت ظبطتي ايه؟ انت كنتي عاق في ايه وانت كنتي باره بيهم صح في ايه؟ علمتيهم ايه ونسيتي ايه؟ قطع الرحم لا يدخل الجنه. يبقى انت كده عملتي ايه؟ رميتيهم بايدك في النار. طب انت عايزه تروحي النار؟ اتفضلي يا فندم، اتفضلي. لكن تودي كمان ولادك النار ليه؟ وتعلميهم انهم يقطعوا الرحم. اول ناس هيقطعوا الرحم بعد كده معاهم هم مين؟ اول ما يكبروا ويبداوا يفهموا الدنيا كلها ويرموكي في دار مسنين او يدوروا على اي حد ياخد باله منك هو انت. ليه؟ انت علمتيهم ايه؟ عودتيهم على ايه؟ زائد تلاقي بقى المشاكل بين ايه؟ الاخوات، ميراث
بيحرموا بعض، بيتخانقوا على الميراث، بيتخانقوا في مشاكل، دي بتتخانق مع اختها على جوز دي، ودي مش عارفه حصل ايه، ودي ابني عمل في بنتك، بنتك اللي عملت في ابني، مشاكل. نقطع رحم. اقطع يا جماعه، بلاش مشاكل. بقول لك الباب اللي يجيلك منه الريح سد واستريح. نعم، في قطع الرحم، في فرض، في حاجه جنه او نار؟ لا والله، لا والله، ده عقوق عقوق عقوق. كل واحده تركز. حماتك مش صله رحم ليكي انت، مش صله رحم. اتخانقتي معاها، عايزه تعامليها بالحسنى، كان به. سلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، كان به. لكن هي جدة ولادك. هي ايه؟ جدة ولادك، وهتفضل جدة ولادك. هي هتفضل جدة ولادك. ما ينفعش اقول لهم ايه اصل جدتكم وجدتكم 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 وتكرهيهم في جدتهم، وما تحافظيش على العلاقه اللي بينهم وبين جدتهم. ما ينفعش. كل ده حرام. حرام ان انا اعلم ولادي انه ولا تكلم ده ولا تعمل ده انت بتدي في اوامر انت اللي بتشرعيها، مش الله اللي مشرعها. يبقى انت كده راضيه ربنا باللي انت بتعمليه؟ لا. ونيجي نشتكي انه ايه ده، ليه مفيش بركه عندنا في البيت؟ ليه العيال على طول بتسقط وما بتسمعش الكلام وفاشله انت مدمره العيال. هو قاطع الرحم ده يعني ده مش كبيره من كبائر؟ صح ولا غلط؟ ينفع ابقى قطع رحم واظن ان انا هيبقى عندي بركه في بيتي؟